كتير مننا لما يجي يتعلم حاجة جديدة بيحس إنها صعبة ومحتاجة وقت طويل، زي لما تيجي تتعلم لغة جديدة أو مهارة جديدة أو حتى إنك تتعلم تعزف على آلة موسيقية. الموضوع يبان صعب مش كده؟ بس المشكلة مش في المهارة نفسها، المشكلة في الطريقة اللي انت دايما بتبتدي بيها. في عالم اسمه جوش كوفمان اكتشف حاجة اسمها قانون ال20 ساعة. القانون ده بيقولك انك مش محتاج 500 ساعة عشان تبقى شاطر في حاجة، كل اللي انت محتاجه 20 ساعة بس فيها شرط واحد، انك تتعلم الحاجة صح. وهديلك كام خطوة هتخليك تتعلم بسرعة من غير ما تصعبها على نفسك. وأول خطوة إنك ما تحاولش تكون مثالي، ركز إنك تتعلم الأساسيات اللي تخليك تبتدي وتتحرك، ومع الوقت هتلم كل حاجة واحدة واحدة. تاني حاجة، ما تحاولش تتعلم كل حاجة مرة واحدة. يعني مثلا لو هتتعلم برمجة ما تبدأش بكل اللغات مرة واحدة، ركز على أساسيات لغة واحدة بس مثلا زي بايثون. وتالت حاجة إنك تخصص وقت ثابت في يومك. خليك واقعي، مش هتقدر تعمل أكتر من نص ساعة في اليوم، بس أهم حاجة إن أنت يكون عندك استمرارية. ورابع حاجة وهي إن أنت تتغلب على الخوف. كتير مننا بيخاف يجرب علشان خايف يغلط. افهم إن الغلط ده جزء من إن أنت تتعلم أصلا. لو عايز تعرف أكتر عن تقنيات التعلم السريع ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وافتكر دايما إن اللي اتعلموا حاجة ما اتولدوش عارفينها، اللي اتعلم حاجة ما كانش يعرف عنها أي حاجة، ولكن هو اتعلم واتمرن لحد ما بقى أستاذ في اللي بيتعلمه. أنت كمان تقدر تبقى أستاذ في اللي بتتعلمه، ودايما خليك واثق في ربنا.